مالك يا بنتي؟ هو انا صعبانه عليا اللي بيحصل مع بابا ده. طب انا مش عايزاه هنعمل ايه؟ اكمل في الشغلانه دي. هنعمل ايه؟ ما صعبانه لازم. عليا تعبه. لازم يكمل فيها. اي قرشين بيجيبهم ما بيساعدنا في العيشه وخلاص، لكن لما يقعد في البيت هنجيب منين؟ طيب انا ممكن انزل اشتغل. ايه؟ انزل اشتغل جنب دراستي يا ماما. لا تشتغلي ايه يا حبيبتي؟ مش هتعرفي لا تذاكري ولا تكملي الدراسه ولا هتطلعي دكتوره زي ما انا عايزه، ومش هينفع تشتغلي اصلا. تشتغلي ايه يعني؟ وعم نيجي فين؟ الو. ايوه عبد الرحمن، انت قلت ان عم ناجي فين؟ في المخزن. طب ما انا يبدي في المخزن، هو مش هنا. ايوه. طب خلاص استنى استنى يا عم ناجي، استنى استنى ماشيين معاك. هو في هدومك انت؟ بس اديها لي، هدومك انت. خليكي ما تشيليش هم. لا انا هساعدك. انت ليه شايل دي لوحدك؟ طيب اهو شغل، مش انا جاي اشتغل. معلش يا عم ناجي، بس ده تقيل عليك وكده، وبعدين لا، لا. عبد الرحمن موجود والعمال التانيين موجودين. بص انا هقول لحضرتك على حاجه. انا عارف ان انا حمل عليكي، وعارف ان انت مشغلاني كده يعني شبه شفقه. بس يا انا عم عايز. ناجي ما تقولش كده، بس شفقة ايه وبتاع إيه؟ انت قد الدنيا، وبعدين انت ده انت البركه بتاعتنا يعني، انت بالك كتير معانا وبابا موصيني عليك على فكره. كتر الف الف خيرك، كتر الف خيرك، الله يرحمه بقى. بص يا ستي، انا عايز اقول لك على حاجه كده مثلا من فتره، بس انا مش عارف اجيبها لك ازاي. ولكن دلوقتي انا جمعت بقى واقول لك، بس خير يا تسمعيني عم ناجي. للاخر، ولازم تنفذي طلبيها كده يا اما مش هشتغل. لا انا تحت امرك يا عم ناجي، اللي انت عايزه والله. بص يا ستي، انا عارف صحتي عامله ازاي وبشتغل ازاي وقدراتي قد ايه. انا هشتغل حضرتك وهاخد نص الاجر، يعني حضرتك بتديني لا 4000 جنيه، انا مش هاخد غير 2000 جنيه بس، على قد صحتي. بدل ما امشي ولا ابقى حمل كتير، هبقى يعني من ضمن النسريات يعني يا عم اللي ناجي، حمل بتطلعي. ايه وبتاع ايه؟ ان انت قد الدنيا كلها، وبعدين ده حقك وانت لازم تاخده. والله انا بعدين انت عارف حقي انت فين. عارف يا عم ناجي ان انت مش بالنسبه لنا يعني حد شغال معانا، والله انت انا واحد انا من انا اسرتنا بص يعني. كده هتعطليني، انت كده هتعطليني. لا طب استنى، طيب لا هشيل لا معاك، لا، طيب عشان ابات خاطر عبد الرحمن لا لا، يجي. معلش، بعد اذن حضرتك انا اقدر اشيل اي حاجه. يا عم ناجي هو بس طب استنى هشيل ثانيه معاك واحده طيب. بس. بص يا عم ناجي، الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش موافقه عليه خالص. لا انا ما موافق. ينفعش تاخد نص اجرك، انت بتشتغل يبقى سامحيني وبتضيع مش وقت هكمل وموجود شغل. معانا، مالكش دعوه بقى بالمجهود ولا مش موجود بقى. انا مش موافق. لو موافق على حضرتك على الطلب ده وانا مش موافق، انا هروح لا استريح في لا البيت. تروح فين؟ لا يبقى خلاص سيبيني براحتي. تمام انا يا عم عارف ناجي، حاضر. قدراتي كويس. ماشي. خلاص يا عم ناجي اللي انت طيب. عايزه. طب بص، انا هنزل الدكتين دول وحضرتك اقعدي على مكتبك وانا هجيب لك القهوه بتاعتك. يا روحي نهار ابيض اتفضلي. يا عم ناجي يا كمان. ستي ما تحسنش ان انا مش عشان خاطري. حاضر يا عم ناجي. اتفضلي على شوف. مكتبك وانا هجيب لك القهوه حالا. ولا ولا قوه الا بالله. واحده صاحبتي شغاله في مشغل خياطه، قالت لي يعني عايزين بنات يعني وكده. لا، انت عارفه مشغل الخياطه ده يعني ايه؟ يعني من الصبح لحد بالليل. يا ماما مش يبقى مهم. يبقى تذاكري طول الليل؟ كلمه مش مهم دي عايزه اعرف. هتذاكري طول الليل وهتنامي امتى؟ اليوم 24 ساعه، بيشتغلوا 20 ساعه، وانت هتنامي ايه؟ الاربع ساعات هتذاكري ولا هتنامي؟ طب يا ماما اعمل ايه؟ قولي لي يا ماما، انت يعني انت عاجبك وضعنا كده؟ لا، عاجبك وضع بابا؟ ما انسى عمليه الشغل ده، ما ينفعش. طب هنعمل ايه؟ اساعده ازاي طيب؟ معلش يعني، هو بيجيب اللي على قده، وعلى قد ما بيشتغل على قد ما بيقبضوه، يعني على قد صحته. هنعمل ايه؟ نصيبنا بقى، معلش. لا ازاي؟ اكيد في حاجه في ايدي لازم اعملها. لا، نقعد ونفكر هنعمل ايه فيما بعد، لكن عملية الشغل دي تنسي، لان لازم تبصي لدراستك. دراستك اهم من الشغل. طيب طب انا ممكن اشوف له شغل تاني مثلا بعيدا عن الشركه دي؟ بابا؟ اه. طب هو هيقدر؟ انا قصدي يعني ان هو يمشي من الشركه خالص واشوف له شغل يعني يكون هادي شويه عليه. ده على قد صحته بيشتغل. إيه هو هينفع يشتغل في حتة تانية؟ هيقدر على الشغل بره؟ ان كان هيقدر معلش، لكن مش هيقدر. لا ده لا انا كويس مش ان عايزه اتعب. حد قابله ان هو يشتغل، يعني هو مش قادر يمشي. انا بصراحه مش عايزاه يشتغل اصلا، انا عايزه انا انزل اشتغل بس انت مش موافقه. لا مش موافقة، ما ينفعش، عشان الدراسة يا ماما وتشوفي مستقبلك.
تعقدتها لي اكتر يا ماما. لا نقعد ونفكر فيما بعد، ربنا يسهل. يا عم ناجي، ايه يا عم؟ سيب القهوه دي دلوقتي كده. ايه يا ابني في ايه بس؟ يا عم ناجي بالله عليك ينفع اللي انت عملته ده؟ ايه يا حبيبي انا عملت ايه والله؟ يا ما عم عملت حاجة. ناجي مش حكايه كده، اجي الاقيك عامل الشغل كله في المخزن لوحديك ليه يا عم ناجي؟ يا عم ناجي انت زي والدي، يا حبيبي. ما تعملش اي حاجه ولا تشتغل، انا الشغل ده انا هشيله وشغلك انا هشيله. ما ينفعش. يا عم ناجي انا انت راجل بعمل كبير، كل اللي اقدر عليه. انت راجل كبير ومسن، فانا لازم اعمل معاك كده، انت في مقام ابويا برضه. كتر خيرك يا واكيد لو حد مكاني هيعمل كده واكتر من كده كمان، كتر خيرك. وده اقل واجب اللي انا اقدر اقدمه ليك، انت راجل محترم. بص انا هقول لك على حاجه بجد، يعني انا شغال كده على قد صحتي وفي نفس الوقت اهرب من البيت من وشها الاكل، محسسني ان انا عاجز، يا عم محسسني ان انا مش ناجي. عارف ايه. لا. بسيب بقى البيت وامشي يا باشا. ومبسوط جدا ان انا لقيت مكان زي ده شغال فيه. بس بالله عليك يا شيخ لو في شغل كمان بالليل ده انا قاعد عم البيت ناجي. حبات مش عايز اروح، انا قاعد في البيت معايا غراب، والله معايا غراب. يا عم ناجي ربنا يخليها لك ويخليكم لبعض، مش حكايه كده، بس ما تحملش على نفسك في الشغل. انا مش عايزك تشتغل، بص اقول لك على أنا حاجه يا عم مبسوط ناجي، كده، أنا اقول لك مبسوط. على حاجه، انا عايزك تقعد بس كده وتسيب منها اشتغل، انا هعمل كل الشغل بتاعي وبتاعك. المشكلة يا عبد الرحمن ان انا ما بعرفش اقعد، مشكلتي في الدنيا دي كلها ان حتى لو قاعد في البيت بقعد اجيب من هنا لهنا. طب بص، فببقى اقول اشتغل. طب بص، انت هتقعد تجيب من هنا من هنا دي يا عم ناجي، طب انا هحلها لك برضو، ورق تشتغل في الورق، جيب ورق من هنا توديه هنا المكتب ده، بس ما تشيلش بقى ديكك ولا تشيل الكلام ده، خليها انت على- كبير على الكلام ده يا عم خليها على الله، ناجي. سيادة المديرة مستنية القهوة. طب عنك انا بقى لا هوديك والله البيت. العظيم ما حد دخلها الا انا. لا انا لا لا اقسم الله. اقعد بس انت استريح، انت ساعدتني كتير. استريح أنا بس طب يا اسمع، ناجي. اعمل لنا كوبايتين شاي انا وانت على ما اجي. يلا. ماشي يا عم ناجي. ماشي يا حبيبي، شكرا. استريح استريح يا عم ناجي، ده انا عايز اخدمك بكل ما يعني، لو اقدر اللي انا كنت مثلا ماسك الشركه دي، والله العظيم كنت قعدتك في البيت وكنت جبت لك قبضك لحد عندك، انت راجل محترم انا ما شفتش منك حاجه وحشه، ويدل على كده كمان انك جيت لقيتك عامل الشغل كله في المخزن. مش عارف اعمل ايه بس معاك يا عم ناجي، ولسه في الدنيا كده ناس كويسين وناس حلوين فيه. ايوه سيادة عموناجي، المديرة. انت جيب لنفسك بس طبعا الاول. طبعا، وهيجي لي عز منك. ماشي يا عموناجي شكرا، بس انت ليه يعني؟ طب ما عامل البوفيه كان جابها وخلاص، تعبت نفسك ما هو ليه؟ بيفطر بقى، ما رضيتش اخليه يسيب الاكل ويجي وانا ما وريش حاجه. ماشي يا عموناجي خلصت شغلي كله. سيادتك تمر بيا اتفضل. لا اتفضل. لا العفو يا فندم، العفو. اه دي عموناجي بس ما انا يصحش عايزاك. والله ما يصحش. امري شوف عايز ايه وانا انفذه. ماشي يا عموناجي، بس انت يعني مصمم على قصة الأجر دي؟ ده ضروري ضروري، وقولي موافقه عشان ابقى مستريح. طب بس استريح يا عم نادي، انت ما واقف ينفعش يا ليه؟ فندم حد من العمال ولا الموظفين. طب تحب اقف انا كمان يعني؟ يا فندم عشان خاطر خلاص حضرتك اتفضل الموظفين اقعد ما عشان انا بيسكتوش. معلش اتفضل. اتفضلي يا فندم. بص يا عم ناجي، انا عايزه اقول لك على كلمتين. اتفضلي. انت في الشركه هنا مش زي اي حد، يعني احنا بالنسبه لنا انت خلاص بقيت واحد من اسرتنا ومعانا سنين ومعاشرنا سنين، يمكن انت قضيت معانا هنا في الشركه اكتر ما قضيت في بيتك، وانا شفتك هنا اكتر من اي حد في الدنيا. فبالنسبه لي بص انا اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت موظف هنا تمام وطلعت معاش، والمدير اللي قبل حضرتك طبعا يعني كان كويس قوي قوي قوي، وطلعت معاش على ايده وخلاص. فلما حضرتك مسكتي رجعتيني الشغل تساعديني، فبتساعديني على قد صحتي وعلى قد اللي اعمله. وهو الاخر والله انا ما بحبش اقعد في البيت. يا عم ناجي انت جمالك تعبت معانا كتير وجمالك في راسنا، وبعدين انا كده كده ما يهمنيش اصلا الشغل، في ناس كتير قوي بيشتغلوا بدالك اقول لك على حاجه بقى استني بجد بامانه الله، يعني انا المفروض كنت طلعت معاش كنتوا تجيبوا غيري يستفيد، حد مثلا قاعد كان هو اولى، لكن لقيتكم مصرين. بس يا عم ناجي انا ممكن اجيب اي حد، بس انا مش هستأمن حد على المخازن بالذات غيرك. انت مننا وبقالك سنين طويله معانا، ومتاكده من امانتك وانك هتحافظ على المكان، لكن بقى لو جبت حد جديد او سبت اللي شغالين دول شغالين انا ما اضمنش. وانت عارف يا عم ناجي انا لوحدي وكده، وانت بالنسبه لي مش حد عامل وبس، انا بطمن لما تبقى موجود في المخازن، متاكده ان محدش هيقدر يغدر بيا او هيسرق حاجه او كده، فاهمني؟
فانا ما اقدرش استغنى عنك يا عم ناجي، وبالله عليك ان شاء الله. ما تقوليش عايزين إن اقلل شاء من الله. اجرك ده تاني لا بقى. لا انا مصر على كده. ينفع. وبعدين اقول لك على حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا رجلي بره ورجلي جوه، انتوا المفروض برضو يا عم ناجي بعد الشر عليك تأمنوا والله. وتجيبوا حد تاني وتجهزوه يساعد ماشي، عشان لما ربنا يفتكرني يبقى انتوا جاهزين. بعد الشر عليك، الله احنا يخليك. كلنا ما حدش عارف مين هيروح قبل التاني، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضل. انا عايزاك تبقى عيني في المخازن، وتشوف مين فعلا الكويس الامين اللي اقدر استأمنه على المخازن وكده ما بقاش قلقانه. موجود والله العظيم موجود، بس هو برضو ده اكتر من حضرتك عليا، بيبقى بيحاول يساعدني ويعمل وبتاع، وانا مش هعمله فوق طاقته. هو بيتعب ويشقى طول النهار، دوسات فوق ودوسات تحت، ويخش لي المخزن. انا في شاب حلو كويس وانا حبه، لو نصيحه مني ده تعيني مكاني. لا مكانك ايه بس يا عم ناجي، انا مش ما هو هقدر معانا استغنى مش- عنك. بص يا عم هو كده ناجي، كده مش شيء. انت معانا لحد ما ربنا ياخد امانته، فاهمني؟ يعني خلاص بقى. وبالنسبه ما دام انت مصر خلاص، يعني انا مصمم على مش عارفه كده. اقول لك ايه بصراحه. انا مصمم على النقطه دي بعد اذن حضرتك. ماشي يا عم ناجي، اي اوامر. ربنا يخليك. ولو عوزت اي حاجه انا في المخزن. ربنا يخليك. بعد تسلم اذن يا عم حضرتك. ناجي. السلام عليكم. حول ولا قوه الا بالله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب انا هجيبها له ازاي ده بقى؟ انا اصلا يعني انا مش عايزاه يشتغل، انا عارفه ان هو شغله على قده، بس انا محتاجه اساعده ومحتاجه اوصله الفلوس دي، وكنت باخد الشغل ده حجه. طب انا اعمل ايه بس دلوقتي؟ لا انا لازم اشوف حل، لازم برضه اوصل له نفس الفلوس من غير ما يحس يعني ان انا بساعده او بشفق عليه. السلام عليكم. هلا استاذ زياد. خدي يا استاذه. في ايه؟ حضرتك رايحه فين؟ دي شركه. انا بس كنت عايزه الاستاذ ناجي في كلمه يعني. لا بص حضرتك، انت ممكن تقولي لي انت عايزه تقول له ايه وانا هروح اوصل له اللي انت عايزاه، بس انت ما ينفعش تخش هنا. ده اخو المديره استاذ زياد، زمانه جاي دلوقتي وخلقه في مراخيره. يا استاذ فهمني، انا بنته والله وعايزاه في حاجه شخصيه. انت بنته؟ انا اسف لحضرتك، بس معلش مش هقدر ادخلك. زي ما قلت لك، انت لو دخلتي وزياد ده لو جه اخو المديره وشافك مع ابوك جوه هيمشي ابوك. طب يعني انا ممكن اطلب من حضرتك طلب بعد اذنك يعني؟ اتفضلي. هو انت ممكن تناديه يعني دقيقه واحده معلش؟ حاضر. يا لهوي يا لهوي، اطلع بره دلوقتي، اطلع إيه؟ بره، بس اقف هنا. استاذ زياد جاي، استاذ زياد جاي يعني. طيب ماشي، حاضر ماشي. حاضر. لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا عبد؟ استاذ زياد. ايه ده؟ الطرق مالها عامله ليه كده؟ عامل نظافه ما جاش ولا ايه؟ لا اصله عمل النظافه استاذن بدل النهارده عشان تعبان استأذن؟ طب واللي اسمه عم ناجي عم ناجي ما يجي ويكنسها، هو فين؟ ده عم ناجي يا استاذ زياد عمل الشغل اللي في المخازن كله لوحديه، انا ممكن انا اكنسها هنا عادي. انت ايه؟ انت تقعد هنا مكانك، اللي انا اقوله عليه يتنفذ. هو فين دلوقتي وانا اروح له؟ هو حضرتك جوه. انا هروح انا اجيبه واخليه ينضفها. يا استاذه اقفي بقى هنا وانا هعرف ابوك اللي انت واقفه مستنياه بره. بس ما تخلوش يشوفك، ده هيقطع عيشنا كلنا، ده مؤذي محدش بيقدر عليها الا ربنا. طيب حاضر انا واقفه. يا رب قويني يا رب. طيب خش الاستاذه نغم بقى اسالها لو عايزه حاجه قبل ما امشي. ايوه تعالى يا عم ناجي. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. ايه ده؟ انت ليه لسه هنا لحد دلوقتي الساعه 6؟ ما انا خلصت كده، كنت بشوف حاجات بروقها عشان تخف عليا الصبح. ماشي يا عم ناجي، بس انت اخرت قوي. انا ماشي حضرتك، بس جيت اقول لحضرتك لو عايزه حاجه اعملها. لا حاجه لا. ناقصاكي. طب تسلم يا أجيب عم لك حاجة ناجي، من ربنا بره؟ يخليك. بجد تسلم. والله. يلا عشان تلحق بيتك طيب. وحتى كلهم في بيتك. يا نغم عامله ايوه يا ايه؟ زياد الحمد لله. عم ناجي ازيك يا عامل أستاذ ايه؟ زياد؟ الحمد في لله. حاجه ولا ايه يا زياد؟ لا مفيش، انا كنت جاي بس كده، كنت عايز عم ناجي دقيقه بس معلش. تحت لا، امرك. بس عمو ناجي اتاخر قوي يا زياد، لازم يبقى في بيته من نص ساعه فاتت انا اصلا. قلت مش لك يا مشكله نغم مش مشكله. دقيقه مش اكتر. حاضر تحت امرك. حاضر. وبعدين انا عارف ان هو اتاخر بس انا بعزه. ماشي يا حبيبي يا زياد، بس أستاذ ما تتعبوش بالله عليك، يعني لا. هو ده حاجه خفيفه خالص والله، يعني حاجه ما تتذكرش، يا سيدي هيديها ولا على طول يهمك. وهيمشي. يا سيدي ولا يهمك، بناقص ساعه كمان تحت لا امرك. لا مفيش ساعه، هي دقيقه بس يا نغم. خلاص يا زياد، بس ما تاخروش بالله عليك تاني. خلاص ماشي. تمام. على إذنك وانت يا خلص يا عم ناجي وروح على بيتك على طول، مش حاضر. لازم تيجي تستأذن تاني. حاضر. السلام عليكم. مع السلامه. استغفر الله العظيم يا رب. الراجل صحته على قده واتأخر ده كله في الشغل
ليه بس كده؟ ايوه يا تعال. استاذ زياد امرني. شايف الطرقه دي ايوه يا فندم. كلها تنضف عينيا الاتنين. من اولها لاخرها بالجنينه اللي ورا. ايه لا لا مفيش حاجه. يلا يلا. انت جاي دلوقتي اول ما قلت لك هتنضف الطرقه كلها لا يا فندم. هتركن على جنب؟ لا والله بس انت عارف الطرقه كلها تنضف بالجنينه اللي ورا. حاضر حاضر حاضر. والزباله دي ايه ده؟ ايه اكياس الزباله؟ انا هشيلهم انا. قلت لك اقعد انت مكانك وما تتكلمش. اكياس الزباله دي يا ريت تشيلها. ايه ده منظر؟ يعني اللي داخل عندنا الشركه يقول ايه؟ معفنين احنا ولا ايه؟ لا يا فندم بس الراجل بيجي اخر النهار بيلم الزباله كلها. طالما جه هيجي متاخر يبقى خدها اركنها له بره في الباسكت وهو يجي ياخدها من بره، لكن المنظر ده ما ينفعش. حاضر يا فندم. ده مش منظر الشركه دي كده زريبه. حاضر حاضر. وانت ايه محموق ليه قوي كده؟ خد تعالى انا ما خلصتش كلامي. ايه بس يا فندم؟ انا خلصت كلامي؟ لا، سيبني وماشي ليه؟ انا قلت لك امشي وكمل؟ قلت لك نص الطرق. انا قلت لك امشي روح اكنس؟ انا قلت لك هتعمل ايه لكن ما قلتلكش يلا اعمل. خلاص يا استاذ روح انت ونقسم الشغل انا. وانت مالك انت تقول لي خلاص بتاع ايه؟ اوعى كده خليك في شغلك يلا. ما يخصكش في حاجه، يا اما كده يا اما ارفدك دلوقتي. خليك في شغلك. ملوش لازمه. اقعد اعمل معروف خليها تعدي على خير. اقعد حقك عليك. خد تعالى انت هنا. حاضر زي ما قلت لك اكياس الزباله دي تنضفها حاضر والمنظر ده ما نشوفوش تاني. حاضر. عامل النظافه هنا مش هنا، المكان كله ينضف. حاضر حاضر خلاص. حاضر خلاص روح انت يا استاذ زياد. احنا مش جايبينكم هنا، انا عارف ان نغمه اخت غلبانه وجايباكم هنا بتعطف عليكم. مش جايبينكم بقى هنا عشان خاطر تقعدوا كل واحد يقول لي اصل انا قاعد على البوابه ودي شغلتي. لا، لو ما فيش عامل نظافه هنا من حقك انك تنظف تحتيك، ما تستنوش. حاضر حاضر. وانت حاضر يا فندم. تخلص شغلك، ما فيش حاجه اسمها بقى خلصت شغلي وكده في المخازن والدنيا دي وخلاص هروح بقى انام عادي. ما الناس بتشتغل لحد الصبح ما بتتكلمش. حاضر يا فندم. انت شغال هنا شهريه مش يوميه. حاضر كل المكان ينضف. حاضر. اياك بعد كده اجي وادخل الشركه والاقيها مش نظيفه. عامل النظافه موجود مش موجود انتوا تنضفوا معاه وتهتموا بمنظر الشركه. الناس تخش تقول ايه؟ قلت لك ما تتكلمش، خليك انت مكانك هنا. على فكره انت كلمه كمان وهرفدك. بس حصل. كلمه تانية هتنطقها هرفدك. اقعد يا عبد الرحمن انت بس يا ابني اعمل معروف خليها تعدي على خير. يا عم نجا اصل ما ينفعش. خد انت مالكش دعوه بيه. ما ينفعش يا عم نجا. خد نضف. حاضر. ده ايه المنظر ده؟ يا عم قلت لك خليك مكانك بقى. اجيب له المقاش طيب. انت الظاهر كده عايز لا، تقطع لا، لقمه أنا عيشك. مش حكاية. انت عايز تقطع لقمه عيشك. طب هنقسم الشغل ان هو بالنص يا استاذ زياد. اعمل ايه؟ لو شافت الوضع ده هتقول ايه؟ يعني انا وهي بقى قاعدين في البيت وهو بيتهم بالطريقه دي ادخل له؟ لا لا، شايفه الحيوان اللي جواه ده بيكلمه ازاي؟ مش هقدر استنى اكتر من كده. وانا مش قلت لك تعمل كل حاجه؟ انت مالك بتسمع الكلام وانت ساكت؟ يا فندم انا ما قلتلكش حاجه. حاضر بس حضرتك مش مديني فرصه اعمل. وانا اديك فرصه ليه؟ انت تعمل اللي مطلوب منك وبس. حاضر يا في فندم. ايه يا زياد؟ على مهلك. سيب لا مفيش. ايه الصوت العالي ده؟ انا سامعه الصوت مالي المكتب. في انا ايه؟ كنت بزعق له بقول له يا عم ناجي ما ينفعش تفضل لحد دلوقتي، كفايه اللي انت عملته واجري امشي. مش عايز يمشي وعمال يقول لي بس ايه هخلص الحته دي وامشي. معلش اجي روح انت، كتر خيرك قوي كده. ايوه عندك حق يا زيد. ايه ليه يا عم ناجي بقى؟ انا قلت لك يا عم ناجي متاخر وانا قايله لك يا زيد ما تاخروش. انا ما كنتش عايز اخره، يعني انت مش سامعاني وانا بزعق عشان خاطر عايز يمشي؟ اكمل بس بقيه الحته دي عشان خاطر يا عم ناجي في صبح وأنا طالع مش وانت المفروض تبقى من نص ساعه في البيت اصلا. خلاص بقى يا نغم، هو ماشي اهو. طلع يا عم ناجي عشان ما تاخرش على بيتك. ماشي. السلام عليكم. يلا. عليكم السلام. مع السلامه يا عم ناجي. الله يسلمك. لما عامل النظافه يجي بقى الصبح يبقى يكمل. طب يعني هو كان لازمته ايه تندهله يا زيد من المكتب؟ ما كان مشي وخلاص وبعدين الصبح انا قلت له يتعمل. يعمل الحته اللي على البوابه دي بس هو اللي لقيته سرح لحد هنا فجيت ازعق معاه. يا زياد بص، انت عارف ان عمك ناجي بيحب الشغل
وبيحب يعمل اقصى جهده فيه، فانت لما تشوفه كده اتاخر على الميعاد يا عم روحه وخلاص، مش مهم ايه يا نغم انت محسسني اي حد يعمل الشغل اللي انت بتقوله عليه ده. يا نغم يعني محسسني دلوقتي ان انا اللي مصر ان هو يكمل لحد دلوقتي. انا بقول لك كان شويه اللي على البوابه بس عشان لو حد دخل، وهو اللي كمل لحد هنا وانا مشيته اهو. يعني انت مش مش خلاص يا سامعاني وانا زياد، عمال ازعق له؟ انا سامعاك وانت كويس وكل حاجه، بس كان من الاول بقى ما كنتش طلبت منه حاجه خالص وخليته يمشي، واي حد كان عمل اللي انت بتقول عليه ده مش كانتش مستاهله يعني انك خلاص تسيب. بقى، ما هو حصل خير. كان ماشي وانت اللي جيت خدته يا زياد. يا دي المراد. بقول لك يا نغم خلاص بقى، هو مشي زمانه دلوقتي خلاص قرب يوصل. تعالي ندخل جوه ولا هتروح ماشي فين؟ بس انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، انا ما بحبش الصوت العالي، مش عايزاك تزعق ايا كان السبب ايه. الصوت العالي في الشركه ما بحبوش. وانت هتعلمني لو سمحت ما ازاي تعلمش. يتكلم يعني مع الناس؟ لا معلش، بس انا بقول لك بس عشان الناس ديت ما تعاملهمش ان هم شغالين عندنا. الناس بالحب ممكن تديك كل حاجه، لكن هتتعصب عليهم بقى وتتنرفز وتعلي صوتك هيكرهوك، وبص هيشتغلوا بالتيله ومش بس أنا هيبقوا عايز عايزين أقولك- يشتغلوا اصلا. بس انا عايز اقول لك لما في ناس بتتكلم معاها بادب واحترام كده. اعمل ايه دلوقتي؟ اقول لهم على اللي انا شفته؟ لا مش هتستحمل، اذا كنت انا ما استحملتش. شركه ايه وزفت ايه بس دي يا بابا؟ ده عمالين يبيعوا ويشتروا فيه هناك. لا انا مش هستحمل كده عليه. استعمل ايه؟ مشكلة ما فيش في ايدي حاجه اعملها. كريمان انت واقفه كده ليه؟ انا كنت طالعه دلوقتي لؤي انا عايزه اقول لك على حاجه بصراحه، قول. بس توعدني ان انت ما تقولش لامك. لا مش هقول لحد، في ايه؟ قول. لؤي انا لسه جايه من عند ابوك من الشركه وشفتهم هما بيهنوا في الشركه بصراحه، ده بيكنس وبيمسح وعمالين يزعقوا له هناك كل شويه. انت كنت فين؟ كنت في الدرس. درس؟ انت مش عارفه؟ درس ايه لحد دلوقتي؟ كنت في الدرس وكنت واقف مع اصحابي. لؤي انت في حاجه مخبيها عليا؟ لا يا اختي مش مخبي عليكي حاجه. متاكد؟ اه. طب وريني كده انت خدت ايه النهارده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما ترد عليا. بصراحه كده يا كريمان انا خرجت من المدرسه. يعني ايه خرجت من المدرسه؟ اه خرجت من المدرسه. وازاي ما تعرفناش؟ خرجت من المدرسه عرفتم رحت ازاي؟ فين؟ والفلوس اللي انت اديتها لي دي جبتها منين؟ انت بتعمل حاجه غلط؟ لا قولي والله محدش والله ما يخاف بعمل عليك حاجه اكتر غلط. مني. انا بشتغل. تشتغل؟ اه شغال في مطعم. يعني انت خرجت من المدرسه عشان تشتغل في مطعم؟ ابوك اثر معاك في ايه؟ الموضوع بتاع ابويا ده انا عارفه والله، عارفه من قبليكي، بس انا يعني انا اشتغلت كده ليه؟ عشان اخرج ابويا من الشغل واقعده يستريح. يعني انت عرفت تعمل حاجه؟ والفلوس اللي انا بديها لك دي برضه. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ طب ايه اللي خلاك يلا. تعمل كده؟ انت ضيعت نفسك وبوظت مستقبلك. انت فاهم انت عملت ايه؟ اه فاهم. لا مش فاهم. وانا اعمل ايه؟ ما انا شايف ابويا برضه بيتهزق، فانا قلت اريحه من الشغل. لؤي اتأخر قوي، ما اعرفش كل يوم ايه التأخير ده. بيطلع من الدرس المفروض ان يعني يجي على طول، مش بيقعد ساعتين ويجي، ده بيقعد يجي 6 ساعات. ايوه تعالي. ايه يا لؤي انا قلقانه عليك يا ابني، انت بتتأخر ليه الايام دي؟ انا قابلت على جبر. طب وليه التأخير يا ابني ده كله؟ هو الدرس بيقعد 6 ساعات؟ كنت واقف مع اصحابي. واقف مع اصحابك وتسيبني انا قلقانه كل يوم واقف مع اصحابك؟ طب ما تجيبهم تقعد بيهم هنا عشان تبقى قدام عيني ابقى مطمنه عليك. ما هو يا ماما انا سألته برضو نفس السؤال، قال لي كان في موضوع في المدرسة يعني كده وكانوا بيحلوا مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم ازيك السلام. يا حاجة؟ ازيك انت عامل ايه؟ مين يا ولاد؟ واضح يا واضح بطل انك عامل ايه؟ تمام؟ لا. انت تعبان ولا ايه؟ الحمد لله. لا شوية كده بس. رجليك وجعاك؟ لا ربنا يكرمك. ما اكيد من وقفة طول النهار. ده ورق الدرس بتاع هات يا ابويا الورق. بتاع درس ايه يا لؤي، ابني؟ بتاع الدرس. بتاع الدرس. درس ايه يا حاج؟ ما هو لسه لسه جاي من السنتر يا الدرس. درس ايه؟ ايه ما هو ده ورق الدرس. فين الدرس يا فندم؟ ايه انت بتعمل ايه؟ انت بتضحك علينا يا ابني؟ بص يا ابويا، انت بتضحك علينا، ما تتكلم. انت كنت بتعمل ايه؟ الصراحه كده انا مش بروح المدرسه. يا نهار ابيض اسود. ما بروحش المدرسه وبشتغل. شغال؟ اه بشتغل. ليه؟ انا قصرت معاك بحاجه؟ مش يابا. لا بقى ما قصرتش. امك سبت المدرسه ليه؟ امك اللي قالت لك؟ انا ما اعرفش. انا ما تعرفيش انت عارف بتعمل ايه؟ انا كل يوم يا عارفه أبوي. ان بيروح الدرس وبياخد مني الفلوس. بتودي الفلوس فين؟ يا هو ثواني بقى يا بابا.
لؤي شافك في الشركه يا بابا، شافني في الشركه؟ شافك في الشركه وهم عاملين يابا انا شفتهم هما كانوا بيهنوك. انا لسه جايه من هناك وشايفه الحيوان اللي اسمه زياد ده كان بيزعق لك. وانت ايه اللي وداك انت ولا هو؟ انتوا مالكم انا بيا؟ كنت رايحه عشان اسالك عن حاجه مهمه. حد يا ابني قال لك اي حاجه؟ انا قصرت معاك في حاجه؟ انا بشتغل عشان اريحك. يا سيدي مين اللي قال لك؟ ده انا هتعب اكتر لما اقعد في البيت. مين اللي قال لكم يا جماعه ان الواحد واخد على الشقه والشغل ممكن يرتاح؟ ما انت أنا- صعبت عليهم بقى، ما هو أنا من شفتهم بعد هما اللي شافوه بيهنوك. صعبت عليهم. يا ستي يا ستي حرام عليك. انا ببقى مبسوط كده، مبسوط انا بساعدكم، بس انا مش مبسوط. انتوا تكبروا، أنا مش مبسوط انتوا حاجه كويسه. يا بابا احنا مش مبسوطين باللي احنا شفناه يا بابا. انا مش مبسوط وانا بشوفك وانت بتتهان كده يا ابويا. يا ابني ما بتنش، ده هو عيل بس شاب زيك كده وبيحب يعني يتمظهر. انت بتقول شاب زيي. اخته طلعت عينه واخته بهدلته. انا كنت واقفه شايفه كل حاجه يا بابا، لا اخته جت ولا طلعت عينه زي ما انت ما بتقول. والله العظيم اخته جت وعمل فيها ارنب. برضه مش هتشتغل الشغلانه. مش هتروح الشركه دي تاني. والله العظيم ما هتشتغلها. لو حكمت لي نازل كل ايدي جيب معايا بقى. خلاص يا ابني كتر خيرك، بس كنت قلت لي، كنت صرحت لي وقلت لي. ما أنا لو صرحتكم يا ام مش كنت هتسيبوني اشتغل. وانا مش عاجبني منظر ابويا كده وهو بيتهان في الشغل على طول. على فكره انا عارفه ان هو شغال في السوبر ماركت وهرجعه مدرسته تاني ومش هسيبه يكمل في الشغلانه دي ما هو لازم يكمل تعليم، حتى لو غصب عنك. انا هكملها على منزلي. جثتي لازم. لو سبت تعليمك. لازم يا ابويا انا هشتغل لا لا، وانت زي ما انت مالكيش دعوه ولا بيا ولا بشغلي. يا بابا خلاص انت عليك مراعاه العيال دي وانا عليا ست ان شاء الله حاطه بيها عينيا كليتي، بس ما فيش حد يسيب دراسته. انا هدرس منازل. والله وانت بتكلمني المدرسه مش هسيبها. سامعني ولا لا؟ قول حاضر. امشي. كات الرسالة بقى. ليه كده يا بابا؟ قال له أي عنده حق يجي عند اي يسيب المدرسة عشان يقعد أبوه في البيت ولا لأ؟ طبعا عنده، هو ما يسيبش المدرسة بس ابوه صعب عليه، فهو مش غلطان العيل، لان يعني زعل ان هو يشوف ابوه بالشكل ده. هو بصراحة موقف شجاع جدا من شاب في السن دوت يعني، بس هو كان غلط فعلا ان هو يسيب المدرسة، بس هو يرجع يعني. انا والله العظيم انا مش عارف اقول ايه الواد ده لما يكون عارف السن ده وشايل هم ابوه كده وعايز يشتغل بداله. بصراحه ربنا برافو عليك. وتحية كبيرة للؤي لان اول مرة يشتغل، والف الف الف شكر للمخرج. وقولوا لنا ايه رايكم في الكومنتات، ولؤي بيعرف يمثل ولا لا؟ بيعرف يا عم. طبعا بيعرف يا عم. ممتاز، طبعا ممتاز.